بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب برج السرطان، يا أصحاب برج السرطان، يا أصحاب برج السرطان، عتبة بيتك يا برج السرطان فيها ناس بتتجسس عليك. في ناس واقفين لك على عتبة بيتك بيتجسسوا عليك، او على عتبة بيتهم بس بيشوفوك وانت طالع ونزل عند بيتك، يعني بمعنى اصح. يعني دول ممكن يكونوا جيران، ممكن يكونوا من الاهل. خلي بالك يا برج السرطان، عشان دي حاجة ظهرالي وظهرالي بوضوح. خلي بالك، متراقب طول الوقت. برج السرطان انا عايزة اقولك على حاجة، انت في حياتك في شخص كذاب، في شخص بيكذب عليك طول الوقت، في شخص بيلوعك طول الوقت، في شخص انت على علاقة معاه ولازم تخرج من العلاقة دي. وديني بقولك لازم تخرج من العلاقة دي. الشخص اللي انت معاه ومش عايز يعرفك مصير العلاقة، الشخص اللي انت معاه اللي وعوده كدابة، الشخص اللي انت معاه اللي مش عايز ياخد خطوة معاك، الشخص اللي انت معاه اللي عمال يضحي، انت اللي بتضحي يعني عشانه، انت اللي بتضحي عشانه. الشخص اللي استنزف طاقتك مستمر معاه ليه؟ مستمر معاه ليه؟ ده شخص ملاوع يا جماعة. ناس كتير منكم عزاب، في شخص بيضحك عليكم، في شخص بيستغلكم، متعرضين منه للاستغلال، وانتوا حرين بقى في نفسكم. ماشي؟ دي حاجة ظهرالي يا جماعة، ماشي؟ فلازم اقولها. بسم الله. بالنسبة بقى في بشرة حملة عندكم برضو ظهرالي الحمد لله. وبصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، واصحاب برج السرطان تقريبا انتم ممكن تكون بشره الحمل دي انتم مش قايلين عليها لحد او مأجلين، لان انتم ممكن يكون بيحصل عندكم يعني زي سقط كتير، او ما بيحصل لكمش النصيب في الحمل. فانا شايفاكم انتم ممكن مش قايلين للناس اللي حواليكم، فعامه هي بشره الحمل موجوده، ماشي؟ وعايزه بقى اقول لكم على حاجه، ممكن كمان يكون في شغل في السر يا برج السرطان، او شراكة في السر انت داخلها، ماشي يا حبايبي؟ فعندك فيها نجاح. الحاجة اللي في السر عندك، الحاجة اللي انت ماشي فيها في السر، الحاجة اللي انت بتخلصها في السر، طول ما هي في السر نصيحة مني ليك هتنجح وهتستمر معاك، وهتاخد من خيرها وهتاخد نتيجتها وهتفرح وهتوصل للي انت عايزه طول ما هي في السر يا برج السرطان. انت بالذات عن باقي الابراج يا برج السرطان، لان نجمك خفيف، نجمك خفيف جدا جدا جدا، محسود من صغرك، تعبان من صغرك، حوادث ووقعات من صغرك، عظمك ومفاصلك بيوجعوك الفترة دي يا برج السرطان، ماشي؟ محتاج ان انت تحصن نفسك، محتاج ان انت يعني ايه كمان تخلي بالك تاخد فيتامينات يا برج السرطان، لان انت محتاج تهتم كمان باكلك وشربك، لان انت مش بتاكل كويس. برج السرطان انا عايزه اقول لك على حاجه، انت في حق بتطالب بيه، في حق عايز تاخده من شخص، حق ضايع منك ومش عارف تاخده، شخص بيلوعك، شخص مطلع عينيك ومش عارف تاخده، والشخص ده يعني الله يعني اقول ايه، الله يسهل له. بس عامة الشخص ده هو ظلمك وانت مش متنازل عن حقك وعايز تاخد حقك، وهتوصل لحقك وهتاخده باذن الله يا برج سرطان. انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عندك خسارات كتير الفتره اللي فاتت، في خساره ماديه كانت عندك الفتره اللي فاتت، في خساره ممكن تكون خسرت شخص، ممكن تكون اتعرضت كمان لنصب او للسرقه الفتره اللي فاتت، او اتضحك عليك في شيء. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عندك تعويض لخساره باذن الله، وعندك انفراجات جايالك على خير، وفي حظ عندك يا برج السرطان على خير، وفي خبر حلو هتسمعه باذن الله على خير، وكل خير باذن الله يكون من نصيبك يا برج السرطان. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، انت عندك نقله من مكان لمكان على فكره، او ممكن يكون من بيت لبيت. الفلوس اللي انت مستنيها او بتسعى ليها هتجيلك، وهتمسك فلوس على فكره. بتصرف فلوس كتير الفتره دي على شخص تعبان، او انت اللي تعبان، او بتروح لدكتور، او بتجيب علاج، او بتعمل حاجه ممكن في اسنانك، او متابعات عامه. بس ان شاء الله باذن الله هيكون عندك استشفاء انت او اللي تعبان عندك يا برج السرطان. بص يا برج السرطان، انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عصبي جدا، وفي امور كتير يعني انت حاسس
ان الامور دي يعني بتمشي معاك بصعوبة، وحاسس ان الفترة دي هي فترة صعبة او فترة تقيلة عليك او على قلبك، ومش قادر ان انت تتحملها، ونفسك ان هي تعدي. هتعدي والله يا برج السرطان، ودنيتك هتبقى كويسة، وهتقدر تعمل اللي انت عايزه. بس قرب من ربنا وتنازل عن العصبية بتاعتك. في ناس كتير منكم انتم مش بتصلوا، في ناس كتير منكم ظاهرين ليا ان انتم مش بتصلوا، محتاجين ان انتم تصلوا، محتاجين ان انتم تقربوا من ربنا. والله الصلاة بالنسبة لكم كسحر، اللي ناقصكم الصلاة. طب انا اقول لكم على حاجة، يعني انتوا ما قعدوش مع نفسكم كده وسألتوا نفسكم هو احنا ليه على طول امورنا فيها تعطل؟ او احنا ليه امورنا فيها وقف حل؟ هو احنا ليه مش بناخد اللي احنا عايزينه؟ هو احنا ليه مش بنوصل للي احنا عايزينه؟ هو احنا ليه الفشل ماسكنا على طول؟ طيب صلوا. طب صلوا وشوفوا الدنيا يعني هتتغير معاكم ازاي، الحال هيتغير معاكم ازاي. ماشي، ده لبعض الطاقات. ماشي، خلي بالكم من نفسيكم، خلي بالكم من نفسكم، لان انتم متعرضين ان انتم يعني ايه يحصل معاكم مواجهة مع شخص الفترة دي، او بالفعل انتم في مواجهة عندكم. بس عامة انا شايفة ان ربنا هينصركم باذن الله في المواجهة دي مع الشخص ده. ماشي يا حبايبي. بصوا انا عايزة اقول لكم على حاجة، في فرصة شغل جديدة بإذن الله، في بداية شغل جديد هيتعرض عليكم. لا اما يعني وظيفه جايه لك، والوظيفه دي للبعض منكم جايه لكم بسفر كمان، وللبعض منكم ممكن يكون سفر داخل بلدك، يعني محافظه لمحافظه الشغل ده. والبعض منكم في مشروع او شراكه، ويمكن الفتره اللي فاتت كمان كنتوا بتدوروا على حد يديكم فلوس او يساعدكم في فلوس عشان خاطر تخشوا الشراكه دي. انا عايزه اقول لكم ان اموركم كلها هتتم معاكم على خير باذن الله. وفي شخص قريب منك يا برج السرطان على فكره هيدعمك بفلوس، او يمكن دعمك كمان، او يمكن اداك حاجه بعتها له عشان خاطر يفك زنقتك. فانت اضرب حالك يا برج السرطان. برج السرطان انا عايزه اقول لكم على حاجه، حصنوا نفسيكم، حصنوا نفسكم والله العظيم. المتجوزين عندكم مشاكل، والمشاكل دي هتنتهي على خير، وهتنتهي على صلح، وهتنتهي على يعني قرب اكتر من الاول على فكرة. لان النفسية برج السرطان، النفسية بتاعتكم هتتعدل الفترة اللي جاية، زائد ان الشريك نفسه برضو نفسيته يعني هتتغير، وانتم مش هتقدروا تعيشوا من غير بعض. بس عارفين اللي عامل فيكم كده ايه؟ في ان في طاقات سلبية، والطاقات السلبية دي جايه لكم من اطراف ثلاثيه متراقبين منهم طول الوقت، الحسد عليكم والطاقات السلبيه عليكم. فحاولوا ان انتم تحصنوا نفسيكم بقدر المستطاع. المتجوزين اللي عندهم مشاكل حصنوا نفسيكم. بعض الطاقات منكم عندكم شخصين في حياتكم، سواء رجل او مرأة على فكره. ممكن تكون انت محتار ما بينهم، او ممكن تكون انت في علاقه ثلاثيه لو كنت راجل، يعني معاك 2 ستات. فخلي بالكم يا جماعه، عشان عندكم انكشاف انتم كمان لامور مستخبيه، لان في ناس بتدور وراكم، وفي ناس بتتجسس عليكم، ومن بدايه الفنجان شايفه لكم كده. فخلي بالكم من الامور دي. في ناس عايزه يعني تعمل لكم، يعني ربنا يبعد عنكم كل شر، عايزه تعمل لكم زي فضيحه، عايزه تعمل لكم شوشره. فخلي بالكم، خلي بالكم. ماشي يا حبايبي. ممكن يكون يعني ايه علاقه، انت شخص جديد دخل حياتك، سيبنا بقى من الرجاله اللي في علاقه ثلاثيه، انا بتكلم هنا المراه. ممكن يكون شخص جديد وانت بتفكري في شخص من الماضي برضو، ممكن يعني فاصبح النيه هنا في علاقتين، يعني بمعنى اصح. ماشي يا حبايبي. في التزامات عليكم، مسؤوليه، وعيب عيب 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 عليك زياده عن اللزوم، جامد قوي. ويمكن الالتزامات اللي عليك والعبء اللي عليك مخلي مودك الفترة دي مش قد كده يا برج السرطان. بس انا عايزة اقول لك على حاجة، ان شاء الله باذن الله مودك الفترة اللي جاية هيكون كويس. وزي ما قلت لك في خبر حلو هتسمعه، الخبر ده هيغير مودك على فكرة. ماشي. حسبي الله عندك برضو انت بتقولها، ممكن تكون قلتها على واحدة ست على فكرة، واحدة ست اتحاسبنت عليها، عشان اللي واقفة واحدة ست. والبعض منكم ممكن يكون يعني هي واحدة ست جت عليكم يا جماعة، وممكن يكون راجل خد حقكم عامة. ماشي. بصوا يا أصحاب برج السرطان، عشان في واحدة بتسألني على عمليات التجميل، طب ممكن تأجليها شوية؟ أجليها لحد آخر شهر 9.
اخر شهر 9. يعني انا لسه بقول لكم انتوا بتصرفوا على حاجه تخص المرض، تخص التعب الصحي او تعب صحي الشخص ايا كان. اللي بتكلمنا على عمليات تجميل اجليها لو قدرتي لاخر الشهر ان شاء الله. ما فيش حاجه وحشه، بس انا يعني بقول يعني الفتره دي فتره صعبه على الناس كلها، على الابراج كلها. فيعني اتمنى ان تتعمل باريحيه، يعني حتى انت تكون طاقتك كويسه. ماشي. ايوه السرطان عنده سفر، السرطان عنده سفر ان شاء الله. ماشي. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. لو انتم في حاجه متاخره عليكم، يعني بمعنى في سفر متاخر عليكم، في شغل متاخر عليكم، في اي حاجه متاخره عليكم، باذن الله الفتره اللي جايه يعني مش هتكون متاخره عليكم، واموركم كلها هتكون بخير باذن الله. ماشي يا حبايبي. في نصر عندكم على فكره، واكيد اكيد في نصر عندكم. حاول يا برج السرطان معلش تفوق نفسك كده وتخرج نفسك من الطاقه السلبيه، ما تبقاش متشائم، لان انا ظن لي بصراحه ان انتم متشائمين قوي. وبصراحه يعني هو انتم غصب عنكم متشائمين، غصب عنكم. يعني انتم مش غاويين نكت ولا غاويين ان انتم تكونوا متشائمين، بالعكس انتم بتحبوا تفرحوا وبتحبوا تنبسطوا وبتحبوا تعيشوا حياتكم وتعيشوا الناس القريبين منكم اللي انتم بتحبوهم برضو معاكم. بس يعني انا يعني بصوا، انت يا برج السرطان انت مستغرب ان انت بيحصل معاك امور كتير. يعني بص، الحال مش ماشي معاك. يعني معنى صح ايه، بيبقى عندك مشكلة تلاقي نفسك بتحل المشكلة تطلع منها، تلاقي نفسك وقعت في مشكلة تاني. بيبقى عندك وقف حال في حاجة، الوقف الحال ده يخلص تلاقي نفسك وقعت في وقف حال تاني، فمش قادر ان انت ترتاح او تحس بالاستقرار. فانت نفسك في كده. ان شاء الله ارجع واقول الفترة اللي جاية باذن الله هتحس بالاستقرار. يا جماعة انا قلت لكم في الاول هي فترة صعبة بس هتعدي، والله هتعدي عليكم كأنكم بصوا كأنكم يعني كأن الفترة دي ما كانتش موجودة. هتعدي عليكم بعوض من رب العالمين، كل اموركم هتكون متيسرة باذن الله ان شاء الله. باذن الله عندكم نصرة في قلب محكمة باذن الله. ماشي يا حبايبي، عندكم نصرة في قلب محكمة. ولو ليكم حاجة عند حد هتاخدوها، هتقدروا ان انتم تاخدوها، فلوس، حقوق، ممكن تكون برضو انتم زي ما قلت لكم يعني ظلمتوا في حاجة زي كده، بس بإذن الله يعني انتم عندكم نصرة. أصحاب برج السرطان الفنجان، يعني أنا مش شايفة فيه حاجة تاني، مش شايفة غير العيون الكتير اللي عليك بصراحة يا برج السرطان، عيون كتير والله العظيم. يعني انت فيك طاقة سلبية والله ما حد يتحملها. ده كويس يعني ان انتم قادرين تقفوا على رجليكم والله العظيم، وانتم مش بتحصنوا نفسكم على فكرة. في حاجة برضو ظهرالي يا جماعة. هما بصوا، هو انتم لو في حاجة يعني بتعملوها عادة غلط يا ريت تخففوا منها. لو في عادة غلط خففوا منها، عشان العادة غلط دي برضو ممكن تكون من ضمن الأسباب اللي بتوقف لك الحال أو بتوقف لك يعني أمورك أو بتعمل لك تعطيل، وانتم ما تفهموني من غير أي موضح أي حاجة. وبرضو بالنسبة للرجالة لو انتم بتشربوا سجاير أو بتشربوا حاجة خففوا منها عشان صدركم الفترة دي. ماشي يا حبايبي، خلي بالكم من نفسيكم يا اصحاب برج السرطان، ربنا يبعد عنكم كل شر باذن الله. بصوا انا مش ظاهر لي حاجه بالنسبه للمنفصلين بصراحه، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. يعني هشوف لكم الفنجان بتاعكم باذن الله وانزله لكم بكره على القناه وعلى صفحه الفيس. ماشي يا اصحاب برج السرطان، مع الف سلامه.